اقسم بالله كل كلمه هقولها لك دلوقتي مفيش دكتور زراعه شعر هيقولها لك، وانا مسؤول تماما عن اللي هقوله. انا مش دكتور زراعه شعر، انا مهندس، انا راجل عملت عمليه زراعه شعر، كنت اصلع وزرعت. ده كان شكلي للناس اللي مش عارفاني، ده كان شكلي قبل ما اعمل عمليه زراعه الشعر. والحمد لله احسن قرار خدته في حياتي، و فرحان جدا بالقرار ده. ولكن امتى عمليه زراعه الشعر هتبقى أسوأ قرار هتاخده في حياتك؟ خد بقى وركز معايا قوي في اللي جاي ده. امتى عملية زراعة الشعر هتدي نفسك، انا اسف، 100 جزمة ان انت عملت عملية زراعة شعر؟ وليه؟ وانا هقول لك تحليلي الهندسي، وانت بالمنطق يعني، وانت هتفهم وهتقول لي انت كلامك صح. وانا بقول لك اهو، مفيش دكتور هيقول لك الكلام ده، واتحدى لو في دكتور هيقول لك الكلام ده. اللي بيحصل ايه بقى؟ انت دلوقتي بتصلع من المنطقة الأمامية أو العلوية من شعرك. طيب تعال نقول، هو شعر الإنسان كام شعرة؟ تعال نتكلم تقريبا في 100,000 شعرة. هنا 40,000، هنا اللي هي المنطقة الملحة 40,000، وهنا 10 وهنا 10. كل دي أمثلة بالتقريب، بس أمثلة واقعية على فكرة، وراجع ورايا. طيب أنت مثلا إصلاعيت، فأنت فقدت ال40,000 شعرة اللي هنا. هل كلمة فقدت اللي أنا قلتها دي كلمة صح؟ معرفش. تمام. طيب يا جماعة دي مقاطعة، عشان بس اللي ظاهرة في الفيديو دي مقاطعة، محدش يشتري كولا. اوكي، دي مقاطعة. احنا مش شارين الكلام ده، هو الفندق بيجيبها لنا كل يوم مجانا يعني، فهو مقاطعة. انا اصلا ما بشربهاش عشان هي بتتخن، الواحد مش ناقص. الحاجة التانية هي مقاطعة، اوعى تشتري. هي بس محطوطة عندي مرمية في الأوضة، ما بلمسهاش يعني. فنرجع بقى لموضوعنا. لو انت اصلاعيت مثلا من المنطقة العلوية، هو الشعر اللي وقع راح فين؟ حتى الآن مفيش حاجة بتثبت إن الشعراية بتقع بالبصيلة. أنت لما بتصلع والشعر بيقع، الشعر بيقع، بس البصيلة الفوليكل البذرة نفسها بتفضل موجودة، ولكن بيحصل لها ضمور وبتختفي في وضع خمول تام، يعتبر البقاء لله. ركز معايا في الحتة دي، عشان هي دي سر الموضوع كله، ودي اللي هتخلينا نندم ان انا وانت والناس اللي زرعوا في يوم من الايام. يبقى الشعراية ما ماتتش، انا اسف يعني، دخلت في وضع النوم، دخلت في وضع السبات، خلاص يعتبر ماتت. انا قصدي هي لسه موجودة، تمام، لسه موجودة، كائن حي نايم باختصار. تمام. دلوقتي شغالين على كذا علاج. وجدوا جزيء اللي هو بتاع البي بي 4، ووجدوا جزيء تاني حاجة اسمها آه لسه مش متذكر الاسم، سكوب، اسمها سكوب حاجة كده. فوجدوا البي بي 4، وجدوا حاجة اسمها سكوب. فدلوقتي بدأوا يدوروا على حاجات. المرعب في الموضوع ان الحاجات دي بتجيب نتيجة في خلال اسبوع واحد، اسبوعين بتبدأ تظهر النتائج. تعمل ايه يا فندم؟ بيقول لك بتشتغل على بصيلات الشعر الخاملة. ركز بقى قوي في الحتة دي. طيب احنا لما جينا نعمل عملية زراعة شعر، ايه اللي اتقال لي واتقال لك اول ما كنا داخلين المجال؟ داخلين بقى لسه بندور في الزراعة عشان ناخد القرار. ايه اللي اتقال لي واتقال لك؟ اتقال لك ان البصيلة هنا وقعت اصلا بالبذرة، ومهما استخدمت من علاجات، يقول لك ايه، حتى المثال المشهور، لو انت جبت حتة ارض صحراء وقعدت تسقيها هتطلع زرع؟ السؤال بيقول انت ليه حكمت عليها انها صحراء؟ هل هي صحراء ما فيهاش بذرة حتى لو نايمة، ولا صحراء وفيها بذرة؟ فمن الواضح كده ان الفروة بتاعت الراس، الفوليكل اللي فيها موجودة، ما وقعتش زي ما احنا كنا فاكرين والمسام قفلت والقصة القديمة دي قصة قديمة. تمام. لكن مؤخرا مفيش دراسة بتقول كده، بتقول ان الشعر بيقع بالبصيلة. لا، الشعر بيقع لكن البصيلة بتفضل موجودة. ففروة راسك حتى لو انت اصلع طينة مليانة بصيلات، ولكن في وضع الخمول. طيب تعالى نتخيل ان هم وجدوا يا سيدي علاج نووي فشيخ، كان بص اجمد علاج في الكوكب. العلاج ده
هيقدر يطلع أو يقدر يصحي الشعرة من حالة النوم والسبات اللي هي فيها. هبقى شخص ما زرعش وشخص زرع، عشان أقول لك المقارنة هتوديني فين في داهية. اسمع بقى، لو شخص ما زرعش خالص، عنده بس شعر هنا وخلاص، ودي كلها صلعة، ورش العلاج دوت، نفترض ان هو علاج معجزة وحقيقي وشغال وهيطلع كل البصيلات النايمة يعني. فشعره هيكبر كده زي ما انت شايفني، يبقى عنده شعر في كل حتة وهيرجع انسان طبيعي تاني. تمام؟ ده لو نجح العلم في ده. ماذا لو واحد زي حالاتي وزي حالاتك وعمل عملية زراعة شعر وزرع، ولما زرع ما كانش العلم متقدم ولا الخيال العلمي اللي احنا بنقوله ان في علاج هيعمل كده؟ حرفيا انا وانت اتفشخنا. ليه بقى؟ هنا انا قلت لك انت عايش ب100,000، فانت هنا فقدت 40، بس كان عندك هنا 10 و40 و10، عندك 60,000. حضرتك اخدت وخلعت منهم عشان تعمل عملية زراعة شعر. تمام؟ اللي اتخلع من هنا مش هيطلع تاني. ان كيز ان انت العلاج السحري العالمي الرهيب ده وجدوه او اكتشفوه، فانت هتاخد العلاج ده وهتستخدمه على منطقة الصلع، على المنطقة اللي فيها بذور خاملة. هتاخد كثافة هنا ممتازة. تمام؟ هتاخد كثافة هنا كويسة. ليه؟ بس مش هتاخد الكثافة المضاعفة، يعني مش هتلاقي هنا يعني شعر أكتر بكتير من اللي كان موجود، لا مش قوي. ليه بقى؟ لأن كل شعراية وهي بتتزرع الدكتور فتح القناة، قتل بصيلات موجودة قبل كده، قتلها فعلا، اتجرحت واتفتحت بالمشرط أو بالطول اللي الدكتور بيفتح بيها. فكل البصيلات اللي اتفتح عليها قنوات هنا ماتت. ده أول واحد، ده كده رقم واحد. طبعا هيبقى فيه شوية عايشين يعني. فيعني مشكلتك هنا محلولة من الآخر، إن هنا هيبقى شعرك تقيل لو استخدمت العلاج الرهيب التحفة اللي في المستقبل حصل. هنا أنت رحت في داهية بقى. ليه؟ لأن الشعر اللي اتاخد من هنا مش هيطلع تاني، ومفيش جوه بذرة عشان ترش عليها العلاج فتطلع تاني. فهمت؟ بس خلينا بقى نروح لمنطقية اللي أنا قلته. يبقى اللي أنا قلته بالمنطق شغال. إن لو في اتنين، واحد ما زرعش شعره وصبر والعلم تقدم، أنا بقول لك ده مستحيل حاليا، مستحيل. اللي أنا شايفه دلوقتي إن هي شوية مسكنات بدأوا يمسكوا طرف الخيط، بس لسه بدري قوي. فواحد ما زرعش هيبقى حظه أحسن من الشخص اللي زرع. ليه؟ هيبقى شعره هنا تمام موجود، وشعر هنا موجود، وهنا موجود، وهنا بصيلات خاملة يحط العلاج هيطلع. اللي تدخل ونقل بصيلات من هنا حطها هنا، وهو بيحطها اصلا موت هنا شويه بصيلات، فمش هياخد فوق احسن كثافه زي الشخص اللي كان شعره تقيل، الشخص الاولاني وصلع. فمش هتاخد هنا الكثافه العليا قوي، بس هتبقى كويسه. تمام؟ لكن لو استخدمت العلاج الثوري المستقبلي هنا مش هيعمل لك حاجه. انت لما جيت دخلت عملت اقتطاف، انت خلعت البصيله من مكانها بص ما سبتش حاجه، فيفضل المنطقه المنحه خفيفه زي ما هي. حلها ايه بقى؟ حلها ايه ساعتها؟ انك تعمل اس ام بي بس. فده اللي بحكي لك عليه، ان دي الحاله الوحيده اللي لو تقدم. انا متابع الموضوع بتاع العلاج ده ليه؟ طب نزرع ولا انت فاهم قصدي؟ طب نقول للناس يزرعوا ولا ما يزرعوا؟ بس طبعا الموضوع صعب. العلاجات اللي طالعه كلها، بص، من وانا صغير، من وانا عندي 5 6 سنين، بابا كان يقول لي زمان ده اخترعوا علاج هيمنع الصلع نهائي، كل الناس اللي عندها صلع هيبقوا كلهم بشعر. فكنت مهتم انا بالحوار ده قوي عشان خلاني كلهم صلع، فاللي هو ايه، بجد يا بابا يعني يبقى في علاج لكده وما فيش حاجه بتحصل. دلوقتي انا عندي 32 سنه ما فيش حاجه بتحصل. فهو الموضوع مستحيل، يعني حاليا فعلا مستحيل انك في خلال 10 سنين تلاقي علاج للصلع. 10 سنين دي مستحيل، انا متاكد. هي كلها حاجات هتقرب الدنيا شويه، لكن مستحيل تلاقي. بس وانس ان العلاج ده موجود، هيبقى اكثر حظا الشخص اللي ما زرعش وما قربش ناحيه الزراعه. ده الشخص اللي فروة راسه بالكامل هترجع كما لو كان عنده 15 20 سنة. أما اللي زرعوا هيزعلوا للأسف يعني. جات لي الخاطرة دي وتخيلتها، فحبيت أحكي لكم يعني عن رأيي في الموضوع ده. بكرر تاني، دي مقاطعة، أنا لا بشربها ولا بدوقها، ومحدش يعمل كده. متنسوش اخواتكم.